مصر الناس كلها عايزه تقلد، تاخد حاجات في ازازه او في هكذا. انا اشكركم النهارده جايبين لي التحيه دي، انا طبعا اشكركم شكرا جزيلا. مشكور دكتور طبعا. مجدي صمم ان هو يحط هو بيحب جدا الخضروات ويعني الخضروات الطبيعيه، فصمم ان هو يحط البقدونس زي الورد كده قدامه وسعداء كلنا بيه يعني. انا دايما في الشارع كده بمشي يعني قابلني مثلا واحد صاحبي، انت جايب بوكيه بقدونس ده لمين؟ للكرفس. انا دايما كده بمشي كده وببقى فرحين جدا فرحين جدا مش بكتفي بتوع واحد لا، انا بجيب الكرفس وبجيب البقدونس وبجيب الكزبره وبجيب الكرات وبجيب الشبت، كل دول في نفس اللحظه. وبنزل الصبح 6 الا ربع عشان الفلاحين والفلاحات اصدقائي بيجيبوا لي الحاجات دي طازه. جميل. فلما بجيبها طازه اول حاجه بتبقى رخيصه جدا. ايوه. حاجه ثالثه بيبقى هم عارفين انا بدور على ايه، وساعات يقولوا دكتور مجدي كل الاسواق مش بس المنطقه بتاعتي، كل الاسواق عارفين بروكلي دكتور مجدي جايبين، فعارفين الحمد لله الفلاحين بقوا مثقفين جدا. وكمان في ميزه ثانيه هقولها لكم، ان احنا غابت الضحك عند الناس والناس بقت مكتئبه. في حاجه اسمها السيروتونين، هرمون السعاده والانبساط والانشراح والمزاج العالي. وعلى فكره الخماسين ممكن يبقى فيها فطريات، والفطريات تطلع السموم، والسموم تقلل لي كيمياء السعاده، تقلل السيروتونين والدوبامين والاسيتيل الكولامين. من ضمن الحاجات السر بقى لازم اقولها لكم النهارده، ان انا اما اكل حاجه جايه من الارض او اقعد على الارض او العب في الطين يبقى عندي سيروتونين عالي. ليه؟ في بكتيريا بتبقى بكتيريا نافعه بتبقى موجوده، يسموها مايكرو بكتيريا مفاكي، بتبقى موجوده في الطين عند الفلاحين. انا باخدها كل يوم من الفلاحين، باخدها بروح اشتري الحاجه واجيب الحاجه واشمها، ده بيديني البكتيريا دي. فلو شميتيها او كلتيها او بلعتيها ده يخلي عندك سيروتونين عالي. وصباح الخيرات. صباح الفل. والسر الجميل دكتور مجدي قاله لنا ده سر وسهل جدا.